وحشتني قعدتك والله، وحشتني، يعني مش عارف اقول لك ايه. قبل ما تقلب الراجل ده مش سارق المحتوى، عادي، يعني القناه القديمه اتقفلت فاحنا بنكمل على قناه جديده. السلام عليكم، انا فرعون. لو فاكريني كنت بقدم محتوى من 2020 على يوتيوب وقطعت فتره. كان المحتوى قصص رعب او قصص بشكل عام. ودينا رجعنا تاني باستوديو جديد، افكار جديده، حكايات تانية. فلو انت تعرفني او كنت متابعني على القناة القديمة ممكن تتابعني هنا تاني. جهز قهوتك واي سناك خفيف كده، طفي النور والبس سماعاتك، سواء بتسمعني من التليفون او من الكمبيوتر. هدي الاضاءة اللي حواليك وركز في كل كلمة، عشان كالعادة قصصنا فوق قدرات العقل البشري. قصتنا بتبدأ بموت عم سالم. عم سالم كان راجل طيب، راجل زي ما الكتاب بيقول بتاع ربنا. كانش ليه في اي حاجه. كنا كل اللي بنشوفه ان هو من الجامع للبيت ومن البيت للجامع، يقعد مع العيال بتاعه الشارع يحكي لها حواديت الكلام ده. ما كانش بيختلط بحد وكانت الناس كلها بتحبه. بس كل السيره الطيبه دي اتغيرت 360 درجه بعد موت عم سالم، لانهم لقوا ميت موته غريبه شويه. لاننا حرفيا لقيناه شانق نفسه في بيته. لا ومش بس كده، لما دخلنا البيت عنده كمان لقينا كتب الناس من اول نظرة قالت ان هي كتب سحر ومخطوطات وورق. ايه الورق ده وايه الكتب دي، وعم سالم شنق نفسه ليه؟ ده اللي هنفهمه في بقية الفيديو. الايام كانت ماشية طبيعية لحد ما عم سالم فجأة اختفى. كنا دايما بنشوفه قاعد قدام البيت عنده او في الجامع او كده، فجأة اختفى، ما بقيناش بنشوفه خالص. يوم اتنين تلاتة شهر اتنين لحد ما الناس فضولها كلها شوية، عم سالم راح فين؟ قلقنا عليه، رننا على اهله بتاع، مفيش، مش عند حد. كل اجمع ان هو في بيته. خبطنا على عم سالم مره واثنين وثلاثه لكن هو ما بيردش. فاضطرينا نكسر الباب، ولما كسرنا الباب شفنا منظر بشع جدا. عم سالم كان مشنوق في بيته، وحرفيا باين على جسمه اثار تعذيب مش هينه. ده غير ريحه المكان اللي كانت لا تطاق. حرفيا حرفيا كان المنظر بشع بطريقه غبيه. ده غير الكتب اللي كانت مترميه في كل حته، اللي الكل اجمع ان دي كتب سحر وطلاسم. ده غير الدم اللي كان مغرق الجدران وحاجات كتير جدا. حرفيا كان منظر بشع. كل اللي كانوا واقفين احنا حرفيا خفنا، لدرجة ان احنا سيبنا البيت وما قدرناش ندخل، رجعنا ورا وكلموا الشرطة، والشرطة جت وعملت اللازم. كل واحد روح على بيته في حالة من الكآبة والحزن على فراق عم سالم وعلى الحالة اللي كان فيها. روحت البيت وقعدت شوية. حرفيا نفسيتي كانت تعبانة جدا من المنظر اللي أنا شفته. حرفيا كنت عمال أفكر في 3000 حاجة. إيه اللي وصل عم سالم للمرحلة دي؟ وإزاي شنق نفسه؟ وإزاي هو بس بعد ما شنق نفسه آثار التعذيب اللي كانت على جسمه دي؟ وحرفيا كانت آثار مخالب وبتاع، دي مش آثار تعذيب بشري نهائي. يعني ده مش حد اللي عذبه. عدى اليوم واليوم اللي بعده جه، والعزا كان معمول في الشارع. فانا قررت ان انا انزل اعزي عم سالم واعزي اهله، خصوصا ان ابن اخت عم سالم يعتبر صاحبي. نزلت عشان اخد العزا، وانا نازل قابلت واحد صاحبي قدام باب البيت. بيقول لي ايه يا برو عامل ايه؟ قلت له الحمد لله تمام. قال لي انت رايح فين كده؟ انت رايح عزا عم سالم؟ قلت له اه. قال لي يا ابني بلاش، المنطقه كلها ما راحتش العزا وخايفين وبتاع. فانا من قبل ما يكمل كلامه انا قاطعته وقلت له بص يا ابن الناس، انا رايح العزا، عايز تيجي تعمل الواجب تعالى، مش عايز تيجي ما تجيش، لكن ما تقوليش ما تروحش. لقيته بيكمل كلامه وبيقول لي مفيش، ده انا خايف عليك بس. عم سالم بعد المنظر اللي فيه مستحيل يكون هو اللي شنق نفسه، اكيد في حد قتل. بقول له اكيد في حد عمل كده، بس مين اللي هيعمل كده؟ لقيته بيبص لي كده وبيبص حواليه، يقول لي اعوذ بالله اعوذ بالله، انت ما شفتش كتب السحر اللي كانت حواليه ولا ايه؟ كده عم سالم كان بيحضر حاجه او كده وهي اللي عملت فيه كده. انا ساعتها ما عرفتش اتمالك اعصابي بصراحه. نرفزت عليه وزعقت وقلت له انت باي حق بتكفر الراجل بعد ما مات؟ الراجل خلاص مات، الراجل في التربه، الراجل اتدفن خلاص. انت باي حق بتكفره؟ يعني الراجل وانت وهو عايش محدش فينا شاف منه حاجه وحشه. بعد ما مات ده جزاته ان احنا نقول عليه كافر او ان هو كان بيحضر او ان هو كان ساحر او الكلام ده؟ طول عمرنا عارفين ان عم سالم ما بيفوتش فرض، وعم سالم على طول في الجامع. يقول لي طب انت هتفسر بايه كتب السحر اللي كانت حواليه؟ فانا رديت عليه وقلت له انت حكمت بانهي منطق ان دي كتب سحر؟ انت عمرك مسكت كتاب سحر؟ قال لي لا. قلت له عمرك اتعاملت مع ساحر من الاساس؟ قال لي لا. قلت له خلاص، بتحكم منين ان دي كتب سحر وان دي طلاسم وان هو كان بيحضر؟ حكمت منين؟ باي علم انت خلاص ايقنت ان دي كتب سحر وان الراجل ده ساحر؟ الناس طول عمرها بتتكلم والناس طول عمرها بتقول.
عمر الناس ما قالت كلام حقيقة، أو عمر الناس ما كانت وصلت لليقين ب100%. فاستحالة إن هي تحكم على راجل زي ده إن هو ساحر، أو إن هو كاهن، أو إن هو بأي شكل من الأشكال كافر. ساعتها قفلت الكلام وقلت له عايز تيجي العزا تعالى، مش عايز امشي، لكن ما تعطلنيش أكتر من كده. وقبل ما يرد أصلا أنا كنت سبته ومشيت. رحت العزا وسلمت على الناس اللي كانت قاعدة. والغريب ان كان الناس اللي قاعده في العزاء قليلين جدا، عدد لا يذكر حرفيا من معارف عم سالم، لان عم سالم معارفه كتير والناس كلها كانت بتحبه. رحت سلمت على الناس اللي كانوا موجودين وقعدت في العزاء، بس كان الفضول بياكلني، كنت عايز اطلع اشوف بيت عم سالم تاني. مش عارف كان ايه اللي واكلني ان انا اطلع فوق. كان في حاجة عمالة تقول لي طب ما تبص على الكتب اللي فوق دي، طب ما تطلع تبص بصة. وحاجة تانية كانت جوايا بتقول أكيد يعني الشرطة حرزت الكتب دي، وأكيد الكتب دي مش موجودة يعني. بس معرفش كان إيه اللي كان عمال يقول لي اطلع فوق اطلع فوق. كان صوت زي ما يكون في حاجة بتكلمني عمالة تقول لي اطلع فوق، شوف اللي فوق، أكيد أنت هتقدر تحل حاجة، أكيد هتقدر توصل لحاجة. فأنا ما خدتش خبر، واستأذنت وكلمت يوسف اللي هو زي ما قلت لكم ابن اخت عم سالم، وقلت ان انا عايز ادخل الحمام وبتاع. بقيت يوسف الشقه اللي تحت عم سالم على طول، خدني وكان بيطلعني السلم. واول ما بدات اطلع على السلم حسيت باحساس غريب قوي، في هاله حرفيا بشعه، هاله غريبه، تحس ان في طاقه من سلبيتها تكاد تكون طاقه سودة حرفيا، حاجه كده بتقبض قلبك اول ما تدخل مدخل العماره اصلا. طلعت خطوه اتنين تلاته، وفي صوت جوه دماغي عايزني ان انا اكمل اطلع فوق، رغم الهاله اللي ما كانتش تطمن نهائي، بس كان في حاجه جوايا بتقول لي اطلع فوق. طلعت لحد بيت يوسف ودخلت الحمام، ويوسف قال لي ثواني انا هنزل عشان مش هينفع اسيب الناس، وانت اخلص وانزل بيتك يعني. شكرت ودخلت، وقفت جوه شويه، وبعد كده طلعت تاني. اول ما سمعت ان الخطوات هديت طلعت تاني، واقف قدام باب البيت ومتردد اطلع ولا انزل ولا اعمل ايه. بس حرفيا ما كنتش عارف اقاوم فضولي ان انا اطلع فوق، بالرغم من الهالة السوداء اللي انا شايفها والاحساس الغريب اللي انا حاسه. بالرغم من ده كله مش قادر اطنش الصوت اللي عمال يقول لي اطلع فوق. كنسلت كل اللي كان في دماغي ده وقعدت ان انا اطلع فوق. طلعت خطوة اتنين تلاتة لحد ما بقيت قدام بيت عم سالم. لسه هبدأ اخبط، ولقيت نفس الصوت ده جوه دماغي بيقول لي ما تخبطش، خش على طول، انت عارف ان مفيش حد جوه. زقيت الباب بالراحة وانا بدخل، قلت هو في حد هنا؟ وطبعا زي ما توقعت صوت صمت تام، مفيش حد بيرد اصلا. دخلت جوه شويه، والغريبه اني لقيت الحبل اللي كان عم سالم شانق نفسه فيه لسه متعلق، الكتب لسه متنطوره، الدم لسه على الجدار حتى ما اتمسحش. ازاي الشرطه ما حرزتش الكلام ده، او على الاقل عملت مسرح جريمه ومحدش يدخل الشقه؟ ازاي اصلا الجثه طلعت من المشرحه ومن تحت ايد الطب الشرعي من غير ما تتشرح، او تاني يوم على طول؟ مش عارف، اسئله كتيره كانت جوه في دماغي ملهاش تفسير. المهم اني دخلت الشقه، قعدت اتسحب. الورق كله كان ورق طلاسم فيك وحاجات حتى مش واقعيه، او يعني شغل الفبركه بتاعت النت دي. بس في وسط ده كله لفت نظري حاجتين، مخطوطه صغيره كده وكتاب. الكتاب ده انا عارفه، الكتاب ده انا بشبه عليه، بس مش عارف الكتاب ده انا شفته فين قبل كده. خدت الكتاب وكان مخطوطه شفتها، خدتها برضو، كان دول اللي لفتوا نظري. لكن بقيت الورق ورق من على النت عادي، يعني ملوش اساس من الصحه اصلا. خدت الورق ده ولسه ببص فيه، سمعت صوت خطوات طالعه على السلم، سمعت صوت يوسف وهو بينادي وبيقول يا احمد فرعون انت فوق لسه. خدت الورق ده واتسحبت، استخبيت في اوضه من الاوض لحد ما سمعت صوت الباب بيخبط، وببص بالراحه كده بطرف عيني، شفت يوسف وهو واقف قدام البيت عمال يخبط يقول يا احمد يا فرعون انت جوه. حتى هو كان خايف يدخل، هو يبص من بره بس كده، لما ما لقاش حد بيرد عليه خد بعضه ونزل جري على السلم. متقولش ان كان في شيطان بيجري وراه. الواد نزل جري من هنا وانا اتسحبت، قلت اكيد هيبقى واقف تحت قدام باب البيت او بيدور عليا، فانا اتسحبت وطلعت من فوق السطح. لما اتاكدت انه نزل، البيوت في المنطقه دي قريبه من بعض شويه، تمام، فسهل انك تنط من سطح لسطح. طلعت فوق السطح يعني في بيت عم سالم، ونطيت منه للعماره اللي جنبهم، ونزلت من على السلم اللي ورا واتسحبت، رجعت العزا تاني. ولما يوسف شافني قال لي انت كنت فين يا عم؟ طلعت بصير عليك فوق. قلت له لا ده انا نزلت من بدري، بس كان جاي لي تليفون مهم كنت برد عليه. قال لي تمام هتقعد ولا؟ قلت له لا انا تعبان بس شويه ومحتاج ان انا اريح. خدت بعضي واستأذنت ومشيت. وبالمناسبه
انا سبت الورق فوق السطح اللي هو التاني مش بتاع عم سالم، وسطح العمارة اللي جنب عم سالم وانا نازل، عشان يوسف ما يلاحظش ان الورق معايا. نزلت وروحت بيتنا، قعدت شوية تنتني قاعد مستني لحد ما الفجر كان خلاص قرب جدا، والعزا اتلم، والدنيا هديت خالص، والشارع ما فيهوش اي حد. نزلت اتسحبت ودخلت العمارة. النور حرفيا الدنيا كانت كحل، ونفس قبضة القلب الرخمة اللي كانت في العمارة بتاعت عم سالم في العمارة اللي أنا سايب على سطحها كتاب. اتسحبت بسيط، وطول ما أنا طالع حاسس إن في حد ورايا. بص ورايا مش شايف حد، سامع صوت غلوشة وسامع صوت همس، سامع صوت ناس بتتكلم، بس أنا مش شايف حد. اتسحبت لحد ما طلعت فوق وخدت الكتاب ونزلت. طول ما أنا نازل على السلم سامع برضه نفس صوت الهمس، نفس صوت الكلام. عارف لما في ناس بتوشوش كده وأنت ماشي؟ نفس الصوت ده. نزلت من العمارة ومشيت قدام شوية وأنا رايح لبيتنا، وأبص ورايا لقيت في قط أسود حجمه غريب، حرفيا حجمه كبير مش منطقي بالنسبة للقطط، واقف قدام باب العمارة، وتحس إن هو باصص لي أنا، أو نظرة فيها تحدي، نظرة حرفيا تخوف. ما حطيتش في دماغي وخدت بعضي وجريت حرفيا على بيتنا. طلعت السلم، قفلت الباب ورايا ودخلت اوضتي. اول ما دخلت اوضتي رميت الورق على المكتب، وقفت باص للورق وللكتاب كده وقاعد بفكر. الكتاب ده انا عارفه، الكتاب ده انا شفته قبل كده، الكتاب ده انا مسكته قبل كده. الشخبطه دي انا فاكرها، الحاجات دي كلها انا فاكرها. لما قعدت اركز في الكتاب قوي افتكرت ده كتاب شمس المعارف. الكتاب ده كان معايا انا، الكتاب ده كان معايا وانا كنت حاطه في صندوق فوق الدولاب. حتى الكتاب ده بتاعي انا، اللي كنت مقطع الحاجات دي وانا اللي كنت مشخبط على الكلام ده. الكتاب ده ايه اللي وصل لعم سالم؟ طلعت جري فوق الدولاب عندي، فتحت الصندوق بس ما لقيتش الكتاب. طب ايه اللي شال الكتاب من الصندوق ووداه لعم سالم؟ ناديت على والدتي وسالتها، وقلت لها كان في كتاب في الصندوق اللي فوق الدولاب، انت شلتيه رميتيه؟ قالت لي اه، وانا بروق كان الصندوق مطرب ولقيت فيه الكتاب ده مقطع وبتاع، فانا قلت اكيد كتاب ملوش لازمه فرميته. وانا بيني وبين نفسي اللي هو ايه اللي انت عملتيه ده؟ يعني مش بعيد اكون انا السبب في موت الراجل ده دلوقتي. قالت لي ليه، في ايه، هو كان مهم ولا لا؟ قلت لها لا 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 مش مهم ولا حاجه. دخلت الأوضة تاني وقفلت على نفسي بالمفتاح وقعدت. خدت الكتاب وخدت المخطوطة قدامي وبدأت إن أنا أبص فيهم. لما بصيت في المخطوطة فهمت ليه الناس قالت إن دي كتاب سحر. هي بالنظرة الأولى تبان إن هي كتاب سحر أو مخطوطة لها علاقة بالجن أو كده، بس لما تقراها أو تركز فيها هتكتشف إن دي حاجة أهم من كده بكتير أوي. المخطوطة دي كانت حرفيا من المدونات. اللي ما يعرفش إيه هي المدونات دي، المدونات دي عبارة عن إيه؟ كل قبيلة من قبائل الجن الكبار بتختار لنفسها مدون، وبيكون المدون ده من أكبر السحرة في الوقت ده. بتختاره وبتعمل معاه عهد إن هو هيكتب لهم زي تاريخ أو قصة القبيلة دي. المدون ده بيعيش في مكان منعزل عن المدينة شوية، وكل يوم بالليل بعد منتصف الليل يجيله أنفار من الجن اسمهم الهامسون، يبدأوا إن هم يهمسوا في ودنه بكل اللي بيحصل في القبيلة دي من حروب، من معاهدات. هو وظيفته ان هو بيكتب الحاجات دي او بيدونها في كتاب او في مجلد كده. فمع الوقت الكتاب ده او المدونة دي بتبدأ ان هي تبقى زي تاريخ مكتوب للقبيلة دي. فالورق اللي قدامي ده كان مدونة كانت بتتكلم عن قبيلة من قبائل الجن كان فيها امير. الامير ده حب انسية، وبحبه للانسية دي ابوه او الملك نفاه للارض ولعنه ان هو يحضر بمجرد ذكر اسمه. والامير ده من ساعتها وهو اتعهد ان اي حد هيذكر اسمه او هيحضره بدون حاجة حرفيا هيقتله، وقبل ما يقتله هيعذبه عذاب شديد. هنا بدأت اترجم شوية عم سالم مات ازاي، او عم سالم كان ايه اللي عمل فيه كده، بس برضه ما كنتش اعرف عم سالم وصل لاسم الشيطان او الجن ده ازاي. لما قعدت اقلب شوية في الكتاب لقيت فيه صفحة متنية. لما فتحت الصفحة دي لقيت مكتوب فيها حرفيا أسامي كل ملوك الجن بأعوانهم ووزرائهم بكده، بس كان في اسم في وسط الأسامي دي متشخبط عليه. أول ما بدأت إن أنا أمسك الكتاب وأنا طرف الأسامي أصلا حسيت إن دماغي بتتقل كده وبيغمى عليا. فجأة هوب أغمى عليا. بدأت أفوق وأبص حواليا، لقيت الورق لسه قدامي والكتاب لسه مرمي على المكتب زي ما هو. لما بدأت أركز بدأت الحروف تترجم قدامي، ف ر. وأول ما نطقت الاسم من هنا لقيت كل الأنوار عمالة تطفي والدنيا عمالة تتهز وكل حاجة عمالة تتكسر من مكانها حرفيا، كأن زلزال ضرب في المكان. رميت الكتب من إيدي وقمت
والدنيا برضو لسه عمالة تتهز. قمت وقفت في نص الأوضة وكل البلاويز عمالة تقع والدنيا عمالة تتكسر. أول ما بدأت إن أنا أبص حواليا كده وببص على الكتاب على الأرض، لقيت زي ما يكون في حاجة شالتني وقامت رمياني في ركن الأوضة، لدرجة إن حرفيا كنت سامع صوت عظمي وهو بيتكسر. أول ما اتخبطت في ركن الأوضة بدأت إن أنا أتوجع شوية وبعد كده أغمى عليا. أول ما فقت لقيت نفسي قاعد على المكتب، كتاب قدامي، محطوطة قدامي، كل حاجة زي ما هي. هنا فكرت إن هو ممكن يكون مجرد حلم، بس لما بصيت على الكتاب أدركت إنه حرفيا مكانش حلم، لأن لما بصيت كويس لقيت فعلا في اسم متشخبط عليه. هنا أدركت إن في مصيبة. أول ما بدأت إن أنا أستوعب لقيت النور طفى. طلعت أجري بفتح الباب، ملقيتش حد في البيت. نزلت زي المجنون في الشارع، حرفيا كنت بجري، كنتش عارف أنا بعمل إيه، قاعد زي الدرويش كده. أنا كل اللي أنا عارفه إن أنا خايف أروح بيتنا. وبعد ما قريت المدونة كمان كنت متأكد إن الشيطان ده لو عرف إن هو يوصل لي حرفيا أنا هختفي من على الوجود. وكنت مستغرب هو إزاي أصلا لحد دلوقتي ما قتلنيش. فضلت أجري في وسط الشارع وانا بجري لقيت تليفوني بيرن. امسك التليفون لقيت رقم البيت بيرن. في تليفون دايما كده متساب في البيت في حوادث الطوارئ بيرن منه. برد، الاول سمع صوت صمت، الو الو الو، مفيش حد بيرد. فجاه لقيت صوت والدتي عماله تصوت وتقول لي ايه اللي انت عملته فينا ده، انت هتموتنا كلنا، هو اصلا مش هيسيبك، كل اللي بيحصل ده بسببك، انت مش هتهدى إلا لما تودينا في داهيه، مش هتهدى إلا لما نموت، ديك ارتحت اهو كلنا هنموت وانت كمان هتموت وهو مش هيسيبك. حرفيا انا صعقت من اللي انا سمعته. حطيت التليفون في جيبي وبدل ما كنت بجري حرفيا بدات اجري على البيت اشوف والدتي او احاول الحقها او اعمل اي حاجه، مع اني عارف ان انا مش هعرف اعمل حاجه او رايح لمصير انا مش عارفه. طلعت اجري على البيت، حرفيا قعدت اخبط على الباب مفيش حد بيرد. بدات ان انا اكسر في الباب، ازق واضربه بكتفي مفيش، لحد ما رجعت من التعب الباب مش راضي يتفتح. لقيت الباب اتفتح لوحده. ما اهتمتش اتفتح لوحده ازاي، كل اللي عملته ان انا زقيت الباب ودخلت جوه. ابص في الشقه كلها مش شايف والدتي، والدتي مش في البيت. برن على تليفون البيت لقيت الصوت جاي من الصندوق من فوق الدولاب. طلعت فوق الدولاب، فتحت الصندوق لقيت الكتاب والمخطوطة والتليفون جوه الصندوق. رنيت على والدتي واول ما ردت قلت لها انت كويسة؟ انت فين؟ انت مش في البيت ليه؟ في ايه ده بس مالك في ايه؟ قلت لها انت كويسة يعني في ايه؟ انت مش رنيتي على من شوية كنت بتصوتي وفي كذا كذا؟ قالت لي مفيش الكلام ده يا ابني، انا بايته عند ستك اصلا وماشيه من بدري وكنت عايز ارن عليك عشان اقول لك ان انا هبات عند ستك بس تليفونك ما كانش بيجمع. انا هنا حرفيا انا صارت مش عارف ده كله ايه او ده اللي حصل ده كله، انا ما فهمتوش حرفيا. انا ما كنتش فاهم اللي بيحصل ده كله ايه، انا مش فاهم حاجه. كل اللي انا فاهمه ان في مصيبه انا عملتها هي اللي تسببت ده كله وان موتي كده كده قريب يعني قريب. قلت لها تمام، انت هتيجي امتى؟ قالت لي لا ده انا هبات يومين كده ولا حاجه. قالت لي كويس انك رنيت، انا هبات عند ستك كام يوم ولو عوزت حاجه تعالى، لو عايز تقعد عندك اقعد، لو عايز تيجي تعالى. قلت لها لا لا انا مش هعرف اجي. خفت ان انا اروح بصراحه ان يكون الاذى ورايا ويجي هناك، خصوصا بعد اللي حصل وان سمعت صوت امي بتصوت او كده. الموضوع ده كان حرفيا وجع قلبي. نزلت في الشارع وقفلت الشقه ونزلت رحت الجامع لاني كنت عارف ان ده المكان الوحيد اللي هو مش هيعرف يوصل لي فيه. دخلت المسجد وقعدت تنتني قاعد. كانت الساعة ساعتها كان الظهر لسه ما ادنش. نزلت قعدت في الجامع صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتنتني قاعد لحد الفجر. صليت الفجر وصليت الشروق تنتني قاعد يوم والتاني وانا قاعد جوه الجامع، لاني عارف ان لو طلعت بره الجامع حرفيا انا مش هلحق اروح بيتي. خصوصا ان انا شايفه، انا شايف كائن عملاق كل شويه يجي يقف قدام المسجد كده ويمشي تاني، كل شويه يجي يقف قدام المسجد ويمشي تاني. والغريب ان محدش شايفه غيري. كنت متاكد ان لو طلعت بره المسجد هتقتل، مش هلحق خطي خطوه ولا هكون راسي مفصول عن جسمي. قعدت يوم واتنين لحد ما في راجل شكله طيب كده شافني قاعد فقال لي انت معتكف ولا حاجه في الجامعه يا ابني؟ احنا مش في رمضان حتى. قلت له لا انا مش معتكف ولا حاجه انا قاعد.
قال لي انا بشوفك كل يوم هنا، وامبارح بالليل شفتك نمت هنا بعد الشروق، شفتك نايم. انت قاعد في المسجد هنا على طول، شكلك يعني ابن ناس ولبسك كويس، مش شكل انك كده خالص، شكلك عاقل يعني. ايه اللي مبيتك في الشارع؟ ايه اللي مبيتك في المسجد؟ قلت له مفيش. قال لي لا، مفيش دي، انت شكل وراك سر وانا لازم اعرفه. خدني و... خدني وقعدنا، وقعد يتكلم ويقول لي طب ايه اللي حصل. مش عارف انا ايه اللي خلاني ارتاح له بالطريقه دي. لقيت نفسي حرفيا انهارت في الدموع وقاعد بحكي له. حكيت له عن كل اللي حصل من اول موت عم سالم لحد دلوقتي. هو طبعا سمع الكلام من هنا، لقيته بص لي قال لي ياه كل ده. قال لي لا ما تقلقش يا ابني، باذن الله مفيش حاجه تقدر تمسك الا باذن ربنا. واداني شويه ورق كده اقراه، قال لي اقرا الورق ده، كانت اذكار وتحصينات وبتاع. قعدت قريتها وحصنت نفسي واتوضيت وصليت معاه ركعتين. وقال لي تعالى معايا. اقول له فين؟ قال لي تعالى معايا بس ممكن يبقى في ايدي حل ليك. مشيت معاه، وبعد ما مشينا طلعنا، بعد ما وصلنا عند عتبة المسجد هو طلع. وقعد نتني بص لعتبة المسجد كده وباصص بره، وانا شايفه واقف بعيد. حرفيا كنت خايف اطلع. لقيته بيقول لي، لقيت الشيخ طمني وقال لي ما تخافش، مش فيش حاجه تقدر تمسك الا باذن الله. خد ايدي وخطينا بره الجامع، ومشيت خطوه واتنين، وحسيت ان لقيت ما فيش حاجه حصلت. وفجاه لقيت مش شايفه، واختفى حرفيا من قدامي. تاني ماشيين يمين في شمال، في يمين في شمال، قعدنا ندخل من حواري ونطلع من شوارع، لحد ما وصلنا عند بيت شكله قديم شويه. تحس انه بيت طراز قديم شويه، عارف الطراز العربي بتاع زمان، اللي هو البيوت اللي تحس ان هي تحت الارض شويه دي. العتبه بتاعتها غطسه شويه، تدخل جوه البيت تلاقي فيه حصيره وباب كبير خشب كده البيوت القديمه دي. دخلنا البيت، طلعنا الدور الاول. هو البيت كان دورين اصلا، المدخل ودور كمان فوق. طلعنا الدور اللي هو التاني ده، فتح الباب وقال لي اتفضل مفيش حد في البيت. وسميت الله ودخلت البيت. البيت كان عباره عن صاله ومكتب في الوش، واوضه يمين واوضه شمال. دخلنا المكتب اللي على الشمال ده، وقعدت جوه. هو قال لي ثواني انا هطلع هجيب شويه حاجات من بره واجيلك، خليك انت قاعد هنا بس. هو طلع وانا قعدت. كان لافت نظري ان عارف الموكيت بتاع زمان اللي هو كانوا بيسموه الكليم بتاع زمان ده، هو مفروش واحد على الارض، ومكتب صغير كده، ودولاب تحس ان هو مش دولاب، هو زي تقفيصه كده مليانه كتب حرفيا. قمت بصيت على الكتب دي، مش عارف كان ايه الفضول اللي واخدني انا ابص على الكتب. قعدت اقلب في الكتب لحد ما في كتاب لفت نظري، لانه كان مكتوب على الكتاب ده من تحت بخط ايد كده نفس اسم الشيطان اللي انا حضرته، او اللي هو الامير اللي اتنفى ده. انا اول ما شفت الكتاب حرفيا اتشليت، قعدت اصوت واقول يا شيخنا يا شيخنا يا شيخنا، لحد ما الراجل جه. فبيقول لي في ايه؟ بقول له هو ده اسم، وشاورت له عليه. لقيته بص الكتاب كده وبعدين بص لي وقعد ابتسم كده وقال لي ثواني بس، انت شايف الكلام اللي مكتوب؟ قلت له ايوه شايفه، القصه بتقول كذا كذا وبتاع، وقريتها له. قال لي طب اقعد بس ارتاح وثواني انا جاي لك. قلت له طب يا شيخنا هو ده اسمه. قال لي ما تنطقش اسمه، بس اقعد واهدى وانا جاي لك دلوقتي. طلع بره شويه ورجع، لقيت معاه ورق كتير وكتب وبتاع. اداني كتاب، قعد يقول لي اقرا الكلام ده. ابص في كتاب اقراه، يشيله يديني ورق يقول لي شايف الكلام ده؟ اقول له اه. يقول لي طب اقرا السطر ده اقراه له. يقول لي اقرا السطر ده اقراه له. جاب لي كتاب في ورقه، في مخطوطه في كتاب، شويه ورق كتير كده. في الاخر بقول له ثواني بس يا شيخنا، انت مالك مخطوط كده ليه؟ ايه الواو في ان انا بقرا سطور؟ بعرف اقرا، ايه المشكله؟ هو مش الغريب انك عارف تقرا الكلام، هو الغريب ان ده انا وريتك لحد دلوقتي 7 لغات من لغات الجن وانت قريتهم كلهم عادي. انا اول ما سمعت الكلمه تنحت. 7 لغات من لغات الجن انا شايفهم عربي عادي. فانا قعدت اشعر ان انا شايف الكلام ده عربي عادي وبقراه. قال لي والألعن من كده ان انا وريتك ورق ابيض حرفيا ما يقدرش يشوفه الا الزهريين او ذو الدم الطاهر او اصحاب الخطوه او الكلام ده، وانت شفت الكلام اللي فيه. انت مين بالظبط؟ انا ساعتها تنحت ومبقتش عارف اتكلم.
وقف وقال لي ما هو حاجه من ثلاثه، يا انت زهري وده ما فيكش اي علامه تدل على كده، يا اما انت نصك شيطان وبرضه هالتك ما تديش كده. انت انا مش قادر انكر ان هالتك من ساعه ما شفتك وهالتك قويه وكبيره لدرجه مرعبه، بس دي مش هاله شيطان. انا حتى مش عارف اميز الهاله بتاعتك، هي مش هاله شيطان ومش هاله انسان ومش هاله ملاك، دي انت مين؟ يا اما بقى. وسكت شويه كده وبص لي وقته ابتسم وبيقول لي وخايف منه؟ يا راجل ده هما اللي يخافوا منه. وانا برضو بقول ازاي انت حضرت الامير ده وما قتلكش لحد دلوقتي؟ فانا بصيت له وبقول له يا اما ايه يا شيخ؟ قال لي ثواني بس ثواني. قام رجع الكتب دي مكانها ورجع تاني وقعد قدامي. قال لي بص يا ابني، انت مش عارف قيمة نفسك، دي حاجة كبيرة جدا. يمكن مش ده وقت انك تفهم، او ما جاش الوقت انك تعرف او تدرك انت مين او ايه رسالتك في الحياة، بس صدقني هيجي يوم وكل حاجة هتعرف، كل حاجة في وقتها هتيجي. يمكن مش مقدر ليا ان انا افهمك انت مين، بس هيجي يوم وهتعرف انت مين. كل اللي انا عايزه منك دلوقتي ان انا هطلع بره الاوضه وانت هتقف وهتنطق اسمه بصوت عالي، واول ما يحضر اوعى تخاف منه، هو اللي هيبقى خايف منك. اتكلم معاه وتناقش وامره ان هو يبعد، وهيبعد صدقني. ولما تحل مشكلتك ناديلي، لان محدش هيعرف يساعدك الا نفسك، انت الوحيد اللي تقدر تحل المشكله دي. ما استناش حتى ان انا ارد، ولقيته طلع بره الاوضه وسابني لوحدي. قعدت في نص الاوضه وانا مش فاهم اعمل ايه، ولا احضره ازاي، ولا انطق اسمه بس هيتحضر، ولا كنتش عارف اعمل ايه. معرفش ايه الطاقه اللي جات لي مره واحده دي، ولقيت قلبي جامد كده وحاسس ان انا مش خايف، حاسس يعني بقوه غبيه، بقوه غريبه في نص الاوضه وبصوت عالي، وقعدت اردد اسمه بصوت عالي لحد ما لقيت النور كله طفى عليا، ولقيت نفسي اتنقلت مكان تاني حرفيا. ده مش الاوضه دي، مش الاوضه اللي انا كنت فيها، حرفيا مكان واسع وكله سواد، انت مش شايف حتى كف ايدك. فوقي تحس ان في، عارف المسرح لما تبقى واقف على مسرح كده وتلاقي سبوت اضاءه كده متوجه على الممثل وهو بيتحرك، ده اللي انا كنت حاسه. في زي دايره نور حواليا كده وغير كده المكان كله ضلمه، حرفيا انت مش شايف حاجه من كل الضلمه. قعدت ابص حواليا وازعق وانا مش خايف منك، انت فين؟ انت اللي خايف مني. حاسس ان كلام الشيخ قواني بطريقه غريبه مش منطقيه حرفيا. كنت حاسس ان انا مطمن جدا، كنت حاسس ان انا القوي كمان، مش انا اللي في موضع ضعيف. قعدت ازعق واقول انت فين؟ اظهر يا جبان، انت مختفي ليه؟ ما تقف تكلمني. فجأة لقيت من ده كله زي ايه، زي شعلة نار جاية من بعيد كده، ولقيت فجأة حاجة بتجري عليا بسرعة رهيبة، تحس ان في قطر هيدوسك دلوقتي. كائن عملاق طلع له قرنين من كتافه، وكائن ضخم كده ووشه حرفيا يخوف، يجري بطريقة غبية. وأول ما جه قدامي ما بيني وما بينه سنتي قبل دايرة النور دي بالظبط، لقيته وقف وتناه باصص لي كده، عملاق كده ومقتب وباصص لي، يعني تحس إن هي بتطلع نار، شعلة نار جوه عينيه دي مش نني. لقيته بيوطي بيقول لي أمرك ولك السمع والطاعة. فأنا بصيت له وأنا مش فاهم حاجة، بقول له وأنا اللي أأمر؟ قال لي أنت الداعي وأنت اللي حضرتني، تقدر تؤمر. كنت مصدوم ومش عارف أتكلم، وكل حاجة حرفيا كانت غريبة. قلت له عايزك تمشي من حياتي، مش عايز اشوفك تاني. رجع خطوتين لورا كده ورد عليا وقال لي امرك. بس قبل ما امشي انا عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك ان مفيش حاجه بتحصل صدفه، كل اللي بيحصل لك ده مكتوب، كل اللي بيحصل لك ده مقدر. يمكن انت كده بتتهيأ لحاجه اعظم مني ومنك. مش كل حاجه بتيجي مره واحده، ولو جات لك مره واحده هتتجنن. كل اللي بيحصل لك ده مش صدفه، مفيش حاجه اصلا اسمها صدفه. كل اللي بيحصل لك ده تهيئه لشيء عظيم. اتمنى ان تكون قد وتكون جاهز ليه، ما تطلعش زي جدك. قال الكلمتين دول واختفى. جدي؟ ايه اللي دخل جدي في الموضوع؟ وايه اللي دخل وايه الشيء العظيم اللي انا بجهز له؟ وايه كل ده؟ كل اللي انا فاهمه خدم. انا مش فاهم حاجه، انا مش فاهم حاجه. كل الكلام ده بيتقال وانا حرفيا انا مش فاهم حاجه. انا واقف زي الاعمى والاصم والابكم، مش فاهم اي حاجه. ايه هو الشيء العظيم اللي انا بجهز له؟ وايه كل اللي بيحصل لي اللي بيجهزني؟ يعني كل اللي بيحصل لي ده
مش من واقع الصدفة او من واقع الفضول اللي عندي. يعني كل ده مكتوب، كل ده مكتوب انه يحصل لي. طب جدي ماله ومال اللي بيحصل لي ده؟ وجدي ايه اللي ما قدرش يعمله وانا اللي المفروض اعمله؟ ما بقتش فاهم حاجه. كل اللي انا فاهمه ان النور قاد، ولقيت نفسي في الاوضه بتاعه الشيخ ده اللي انا لحد دلوقتي مش عارف اسمه، بيفتح الباب وداخل عليا وباصص لي بابتسامه كده، ابتسامه كفيله ان هي تطمن اي حد اصلا مهما كان قمه الرعب اللي فيه. وقفت قدامه وهزت له راسي اللي هو قدرت احل الموقف. قال لي مش قلت لك يا ابني محدش يعرف يحل مشكلتك الا نفسك؟ يا ابني انت مش مقدر انت مين، انت حاجة كبيرة. يوما ما هتقدر تفهم، يوما ما اتمنى انك تقدر تفهم، عشان انت لو فهمت وعرفت هتقدر تغير حاجات كتير قوي في العالم ده غيرك كتير معرفش يغيرها. اتمنى يكون المفتاح فيك، واتمنى تكون انت اللي فعلا تحل المشاكل دي كلها. انا ما كنتش فاهم احل ايه، انا العبد الفقير الى الله، احل ايه ولا هعمل ايه؟ انا كل مره اقع في مصيبه وبطلع بيها من بستر ربنا. ايه احل ايه ومميز ايه وخايف مني ليه؟ كنت فاهم حاجه. قال لي بس كده، كان انت محتاج مني اي حاجه تاني؟ انا هزت راسي وانا حرفيا مش فاهم. شكرا. قال لي عارف الطريق ولا اجي اوصلك؟ حرفيا انا مش محفظش الطريق، انا كنت مصدوم ومش مش عارف اتملك اعصابي، محتاج حد يسندني فعلا. نزل معايا ووصلني لحد اول الطريق الرئيسي. مشيت معاه شوية، وأول ما وصلنا قريب من الطريق الأساسي اللي أنا أقدر أروح منه، وقفت لقيته بيقول لي أتمنى ما تكونش آخر مرة نتقابل فيها. ده رقمي معاك، لو احتجت أي حاجة في أي وقت ما تترددش إنك تكلمني. وأخدت رقمه قبل ما يمشي، قلت له على فكرة إحنا ما تعرفناش. لقيته بيقول لي أنا اسمي الحسيني، الشيخ يونس الحسيني. قلت له ماشي يا شيخ يونس. سجلت اسمه وهو مشي وأنا مشيت. وروحت بيتنا. روحت لقيت حرفيا الشقة مش زي ما أنا كنت سايبها خالص. الشقة مترتبة مع إن والدتي لسه مروحتش، بس كل حاجة في مكانها. الحاجة اللي كانت متكسرة على الأرض متشالة كأن مفيش حاجة حصلت. والصندوق مفتوح ومحطوط على السرير، والكتاب والمخطوطة جنب الصندوق. خدت الكتاب والمخطوطة حطيتهم في الصندوق. المرة دي نزلت جبت قفل الصندوق وقفلته بقفل، وخبيته كويس جدا في مكان مش سهل إن حد يوصل. طب أنا مين؟ طب كل ده بيحصل لي ليه؟ طب كلام الشيخ الحسيني وكلام الشيطان الأمير المنفي ده وكلام الراجل بتاع سجن الصحراء لو فاكرينه، أنا مين وجدي إيه وكل ده بيحصل لي ليه وعهد إيه اللي أنا المفروض أنفذه؟ أنا حرفيا مش فاهم حاجة. كل اللي أنا فاهمه إن كده قصتنا النهاردة خلصت. وكالعادة لو قدرت إنك تستوعب أو تستنتج حاجة متنساش تنزل تكتبها في الكومنتات. عايز أشوف استنتاجاتكم إيه، عشان لسه في مصايب كتيرة جاية.